تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كالعادة رياض العبادي من هولندا. اليوم موضوع شريطنا بما يخص الأحداث اللي قاعدة صايرة في تونس، الأحداث الخطيرة والمؤامرات الجديدة اللي قاعدين يقوموا بها معناها التي تسمي روحها حكومة الإنقاذ الوطني. هذه الحكومة قاعدة معناها عديتها مع الشواطن ومع بقايا النظام. هذه المناضلون الفاشلون اللي خسروا في الانتخابات هما قاعدين توا يتحالفوا مع بقايا النظام وفلول بن علي في محاولة بائسة لتشكيل حكومة دون المرور بالانتخابات، وهذا شيء خطير ويسمى بالانقلاب على الحكومة الشرعية وعلى إرادة الشعب. هذه الحفلات همها الوحيد هو الكراسي، لا في مطالب الشرعية للشعب التونسي، وهذا شيء خطير ياسر. وأخشى أن تكون هذه الحقيقة ما يقوم بها هذه الفئة من الجراثيم، وعلى رأسها جهاز الأمن الفاسد. هذا الجهاز ما زال يعشعش فيه الشيطان، ما زال يخدم في أجندات خفية تاع سي كمال طيف، سي حامد القروي، هادي بكوش وغيرهم مرتزقة بن علي اللي ما يحبوش الخير لتونس. جايبين أغنية توا جديدة، أغنية السلفيين في تونس. احنا من موقعنا هذا نقول لكم احنا السلفيين في تونس ضد كل أنواع التكفير والحرق والتفجير وتدمير البلاد، رغم أنني لاني سلفي لاني نهضوي لا حاجة. أنا لا أنتمي حتى حزب، أنتمي للشعب وأنتمي لتونس وأنتمي للعلم، واحنا شاغلين بالمؤامرات نتاعنا. سنسقط هذه المؤامرة كما اسقطنا طاغية بن علي، والاحداث اللي صارت معناها في سيدي بوزيد ومنصور باي وسقيت الزيت وجندوبة، الهدف منها هي الإثارة والشغب لتركيع البلاد والشعب التونسي لصالح بقايا النظام. التوانسة هل يعقل حرق 4 حانات معناها 4 بيران في ظرف 15 دقيقة؟ الخطة واضحة، إشعال حراك عمدا فتغص الجهات الأمنية الفاسدة في أجهزة البوليس معناها تغمض عيناها عما يحدث، وإلصاق الجريمة بالسلفية. وهذه معناها مؤامرة خطيرة ويجب أن يتفتن منها شباب الثورة والشعب التونسي، على خاطر معناها جماعة هذوما تجمع معناها ميليشيات وكلوشارات، فهمت، شارينهم بالفلوس عن طريق معناها رؤوس الأموال الفاسدة، ياخذوا من نهار 30,000 ولحية مصطنعة مركبة، وهما يتفرقوا في كامل تراب الجمهورية ويعملوا في الأحداث وأحراق مثلا كما نقولوا البيران وضرب واستعمال العنف، وكلهم من المشاكل هذه يوحلوا فيها في السلفيين. لذلك أرجوكم يا توانسة أن تتصدوا لهذه المؤامرات، على خاطر معناها إتاحة الشرعية رجوع الدكتاتورية، واحنا معناها الشعب التونسي مع الشرعية من أجل إصلاح مسار الثورة. وكان يا توانسة تحبوا تونس تريف ما عادش تحكي ولا على يمين ولا على يسار، حسب رأيي سهل برشا. يلزمنا برشا شجاعة وجرأة. أول حاجة طرد تحبيب الصيد والتماس العبيد من الداخلية ومحاكمتهم، هذوما مختصين في إثارة الفتن وتنسيق مع البلدية والميليشيات، تجمعوا رؤوس الأموال الفاسدة وهم يخدموا في أجندة خفية من لبقايا النظام، وهذا معناها واجب وطني لإتاحة بهذه المنظومة الفاسدة حتى تحرر تونس. وهذا آخر كلامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا تونس، فلا عاش في تونس من خانها.